أمير، أهلا. كيف أنت؟ الحمد لله. كيف العمل معك؟ الحمد لله ماشي الحال، ربك كريم. منين جيت؟ من البيت. أنت فاضي نمشي؟ اشتكي لك موضوع. يلا خلصت عمل نمشي ذا الحين. دقيقة أغير واجي. يلا يا صاحبي نمشي. خير يا صاحبي. اليوم أبي طردني من البيت. طيب خلينا نمشي ونتكلم. ليش تصيعت أنت وأبوك؟ أنا بين أشتغل وخذ أنا بين أصرف على البيت، وأبي يشتي له صرف على حاله، يشتي له دخان ويشتي له ماء ويشتي يخرج آخر الليل وما بيرجع إلا متأخر، وأنا في شغلي ما أقدرش أوفرها ولا كلها. تمام يا صاحبي، ربك كريم. أنا محوش شوية فلوس، إذا أنت تشتي أنا أعطيك منها. يا صاحبي، أنت كودك بتصرف على البيت ومقبل على زواج وأمك تشتي علاج، خليها معك يا صاحبي، بس يمكن تحتاجها، لأنه أنا ما بحتاجهاش بالوقت الحالي. تمام، إذا احتجت أي حاجة أنا أخوك. تمام. أيوة يا صاحبي، إيش جديدك أنت وليلى؟ يا صاحبي. خليها بس يا صاحبي، خليها على ربك. في شغلي هود أنا أصرف على بيت وعلاج أمي يا صاحبي. بعد موت أبي حالتي انهارت، صرفة وعلاج. اشتي دخل أمي المستشفى علشان العملية، تساوي لها العملية، واشتي إني أتزوج والله ما عدرت كيف. هتفرج. ربك كريم إن شاء الله إني تفرج. لين ليلى قد شغلتني وابن عمها قد شغل أبوها يشتي يتقدم لها، وانداري في مع شركات ومحلات، والله ما عدرت كيف. إن شاء الله إنه يبقى خير. إن شاء الله. يلا قم نمشي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ الله يسلمك الحمد لله. عسى لو سمحت تدلي العلاج حق الوالدة. وكيف صحة الوالدة؟ طمنا. كده أحسن الحمد لله. بعد السلامة. حياك مرة ثانية. تسلم يا دكتور. خلاص روح لنا البيت تمام، وانا هتتاخر اليوم. يلا الله معك. الو، الحمد لله. وانت كيف انت يا ليلى؟ انا عارف ان لنا فاتحين خبر سنة ونص، ما قد قدمت ليش. انا عارف. ايش تمام، بس انا هذا الحين اشتهيني اسوي لامي العملية وبعدين باجي اقدم ليش. ما هو ايش حصل؟ ابن عمك جاي تقدم ليش؟ ابوش ايش قال؟ تمام، حتى لو وافق ابوش علي وابوش يحبه انت بتوافقي انت. انا عارف ان انت تحبيني. تمام، حتى لو ابوش وافق عليه ما عايز ازوجك شي غصب وانا موجود. طيب خلاص اتفقنا، الجمعة الجاية عنجي نفتح خبر. الجمعة الجاية وانا باجي. يلا سابر. يا رب الاقيها من وين ولا من وين. جرحا بقى والهم توجيه الايام، انا من لقى كل الايام ضده، من الوهم تصديق كذبة احلام، ومن الحقيقة يجي القلب سده. سلام يا من داخل القلب منضام، بحر حبك سقف حاله على طول مده، ما هو عتب ضايق ولا زعل وخصام، فرقة وفيها واصل الهم حده. جيت تحكم فرحة الشوق بإعدام، جيت تعلن النسيان من دون رده، مثل الحزن لا سكن قلب الأيتام، الهم وده مثل ما الحزن وده. CNB.com.
وهذا يشتي بنت عمي مني بس ما يقدر ياخذها مني. خليك في حالك، ليلى تحبني انا ما انت. وانا مستغرب على هذا الشيء، ايش حبت فيك وفي حالتك هذه وانت ما تستطيع تعطيها حتى خاتم حديد؟ امك مريضه بالموت، انا بعطيك فلوس وانت تصير عالج امك وخلينا بحالنا انا وليلى. يا وقت ليتك ما كشفت خفايا القلوب، بينت حقيقة كل إنسان منافق وكذاب. كم كان لي من أصحاب وأحباب والظن فيهم يا وقت قد خاب. كل من كنت أشوفه في ضيقة أو كان محتاج فزعت معه وأعطيته حاجته وما كان طلاب. كم حرمت النفس تعبتها بالليالي على راحة الأحباب والأقراب. كانوا هم نور عيني سلوة الخاطر راحة البال والأعصاب. أعطيتهم الحب والمال والدم والأهداب، بس وقت ما جاني حزني والمشاكل وتغلقت كل الأبواب زاد الهم والوجع فيني وصابني ما صاب. دورت على أحبابي وأصحابي وأقول الحظ قد عاب. تجاهلوا خلوني يتيم لحالي والحال منصاب. للأسف جتني صدمة قوية من الناس القراب القلب ما طاب. خذلني ظني ما لقيت في شدتي الأصحاب والأحباب. كيف العمل معك يا عمر؟ العمل الحمد لله ماشي الحال. وكيف لا ما روحت ذا الحين؟ صيحت انا وصاحب المحل وطرد مننا. ذا الحين كيف بنساوي من كان موضوع ليلى؟ خلنا نصير ابنك من شاهي بس الخبر راحت. الحين كيف يا صاحبي، كيف عنساوي ابن عم ليلى؟ ضروري تصير تكتب الكتاب وتدحن لك البلاء. تمام، كيف اكتب الكتاب؟ كيف عن نقنع ابوها وانت داري اننا يتيماب؟ كيف عيد تنع فيني؟ انا معي فكرة. ايش؟ ابي هو ابو ليلى اصدقاء وبينهم صداقة من زمان وهذا. ايش رايك نصير احنا وين؟ تمام اتفقنا. السلام عليكم. السلام. ابوك من كان الموضوع ذي انا كلمتك. ايوه هنا امرئ انه طالع. طيب هيا نمشي. ايش الموضوع اللي اتصلت لي علشان اقول ضروري؟ اتصل عمر ولدي ايوه وقال نصير نخطب لامير، تعرف انت امير؟ صاحب عمر. ما انت عارف ان امير ما فيش معاه جماعه وان ابوه مات وان امه مريضه. هو انسان طيب وحالته ترحم. طيب احنا لازم احنا نكون يعني معاه دور الاب دور العم. طيب هذا واجبنا ان نفعل على قد ما نستطيع. طيب خلي الحين بيجي الحين وقال نسلنا هنا بيجي بعدين نسلنا. يلا سلام. لازم نفعل معاه الواجب. كلمكم من كان الموضوع اللي انا كلمت عليه. ايوه كلمنا. طيب خلونا نمشي، الناس منتظرين. يلا. طيب خير البر وعاجله.
الله يرجع. الله يخليك. يا اولاد وصلت الشاهي؟ لا ما فيش داعي. لا ضروري ما يشرب. لا ما فيش داعي. صلي على النبي يا اخوان. اللهم صل وسلم عليه. وعشان الاحترام اللي بينا وعشان الايام اللهم المستعان. وعشان ايام الشباب وعشان يعني كذا فاهم الاحترام اللي بينا. اكيد. جيت انا واخي طالبين بنتك المسؤولة ليلى ابننا امير على سنة الله ورسوله. امير الكل يعرفوه انه طالب الله، رجال ما بوش فيه اي قصر ولا في شيء. وابوه الله يرحمه كان خيره على الناس كامل، ما قصر، والخير عند الله. لكن يا ابو عمر البنت مخطوبه لابن عمها. على ما قصرت والله المستعان. يا رجال الله معكم. هذا اخو عمر صاحب عدوي. خلينا نصير نوصل لهم درسيه.